الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين. معكم عماد بن أحمد بن إبراهيم المبيض، إمام وخطيب جامع الملك عبد العزيز بالدمام. بفضل الله ورحمته وتوفيقه أني تمكنت من الخروج من البلد بعدما أغلقت جميع الأبواب في بيان الحق وإنكار المنكر، وقد أوجب الله عز وجل على أهل العلم هذا الأمر. كنت أتمنى أني أتحدث هذا الحديث أمامكم وأنا على منبري في مسجدي بين الناس، ولكن لو استمريت على هذا لأصابني ما أصاب إخواني العلماء والدعاة والخطباء، أصابني ما أصابهم من السجن والتنكيل والمحاكمات الجائرة. شرع الله عز وجل عبادة عظيمة وهي عبادة الهجرة، عندما يتعذر على الإنسان إقامة دين الله عز وجل أو تبليغ دين الله عز وجل، أو خاف الإنسان على نفسه من الأذى والضرر. يقول الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أيها العلماء، أيها الدعاة، يا أهل الخير في بلادي، إذا لم تستطيعوا من بيان الحق في داخل البلد، وأنا أعلم أنكم تتحسرون على ما يحدث في هذا البلد من منكرات، إذا لم تستطيعوا بيان الحق وتوضيحه للناس فليس أمامكم إلا الهجرة، اقتداء بما سبقكم من الأنبياء والصحابة والصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا